لو معاك 10 قروش القلعة بس لازم تاريخها يا جماعة 1991. فبجد يا حظك يا هناك، دي سعرها يا جماعه بيوصل لحد 10000 جنيه. ايوه زي ما سمعت كده، وجايب لكم العمله فيديوهات للناس اللي بتشكك وبتقول انت بتجيب عملات مش موجوده. لو معاك باريزا القلعه تاريخها 1991 مش 92، العمله ال 92 دي ملهاش اي لازمه. انا جايب العملتين في قلب الفيديو قدام الناس عشان وجه المقارنه، عشان الناس بتتعبنا في التعليقات. لو معاك 10 قروش او باريزا القلعه تاريخها 1991 العمله النادره اللي مطلوبه جدا، لابد انه يكون تاريخها 1991 زي ما انتم شايفين. لو تاريخ 1992 ملهاش اي لازمه، بتتباع بالكيلو، الكيلو فيها ب 150 جنيه. اما العمله النادره اللي بيوصل سعرها لحد 10000 جنيه لابد انه يكون تاريخها 1991. كلامي واضح وبعيد وبكرر وبقول 1000 مرة، لازم تاريخ العملة يا جماعة 1991 ميلادية، ويكون الهجر بتاعها 1412 هجرية. اما لو انت العملة اللي معاك تاريخ 1992 فدي عملة ملهاش اي قيمة، بتتباع بالكيلو، موجودة مع كل الناس، ودي العملة المتداولة في كل بيوتنا المصرية. 1992 ملهاش اي لازمة، بقولها ل 300,000 مرة عشان الناس بتوجع دماغنا في التعليقات. العملة لو تاريخها اللي معاك 1992 ملهاش اي 30 لازمة، بتتباع بالكيلو، بنبيعها كده بالكيلو وموجودة بالكيلو، الكيلو ب 150 جنيه، ملهاش اي قيمة، مش هتجيب 2-3 جنيه. اما لو العملة معاك تاريخها يا حظك يا هناك ويكون تاريخها 1991 فدي العملة النادرة جدا اللي سعرها ممكن يوصل لحد 10000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر. بالتاريخ اللي انتوا شايفينه 1991 دي عملة نادرة جدا يا جماعة، ووصل سعرها لحد 10000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر، أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع. طيب العملة اللي موجودة لو معايا 92 ملهاش لازمة خالص، بتتباع بالكيلو، العملة مش هتجيب 2-3 جنيه. أما لو العملة اللي معاك تاريخها 1991 فدي اللي غالية جدا، يبقى نركز على التاريخ ونقارن التاريخ. لو التاريخ 1991 هي اللي غالية جدا وسعرها بيوصل لحد 10000 جنيه، بس العملة اللي انا جايبها في الفيديو دي سعرها هيعمل حوالي 5000 جنيه. ليه؟ لان هي عملة فيها عيوب وعليها اتساخ. اما العملة دي لو حالتها عالية جدا فبيوصل سعرها لحد 10000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر، اي بدون اي عيوب نهائية من اي نوع حتى لو كانت بسيطة. طب واحد يسألني يقول لي يعني هي فرقت سنة، طب ايه اللي مخلي العمله ديت بفلوس ب 10000 والعمله الثانيه ملهاش اي لازمه؟ العمله اللي هي 1991 ديت غاليه ونادره جدا اللي انتوا شايفينها قدام منك كده وبيوصل سعرها ل 10000، لان ديت في تعتبر عمله بروفا او تجربه، اتعمل منها حوالي 25 قطعة بس في مصر، من 25 ل 100 قطعة بالظبط في مصر. هي عملة بروفا او تجربة صك، بتتعمل في السنة اللي قبل سنة الاصدار، يعني عملوها سنة 1991 كتجربة للعملة عشان يصدروها في العام القادم، واصدروا بعدها في العام القادم اللي هو 1991 ملايين العملات وتم نزولها للتداول بين الناس، فدي بتتباع بالكيلو. اما العملة اللي هي بروفا وفيها خطأ صك وتجربة صك هي تاريخها 1991، دي للتوضيح اتعمل منها حوالي من 25 ل 100 قطعة فقط، وبالتالي عشان هي قليلة جدا ونادرة جدا فلازم سعرها يوصل لحد 10000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر، والهواة هم اللي عارفين الكلام اللي أنا بقوله بالظبط. يبقى تاريخ العملة النادر إصدارات 1991، وهجيب لكم السلسلة كاملة سواء لل10 قروش أو للربع جنيه أو للشلن او للريال اللي هو تاريخ 1991. يبقى اي عملة نادرة وتاريخها نادر وسعرها غالي لابد يكون تاريخها يا جماعة 1991. نركز على التاريخ. لو لقيناها 92 ملهاش اي لازمة، بتتباع بالكيل، وبعيد وبكرر لان هيجيلي مليون تعليق وناس هتجيب لي العملات اللي هي بتاريخ 1992 ويقول لي معانا هيت، ودي ملهاش لازمة وبتتباع بالكيل. والعملة النادرة والمطلوبة واللي سعرها بيوصل لحد 10000 جنيه لابد ان يكون تاريخ 1991 بالنسبة للتاريخ الميلادي، والتاريخ الهجري 1412 هجرية. اما لو تاريخ 1992 والهجري بتاعها 1413 فدي تأكد ان هي ملهاش اي قيمة، بتتباع بالكيلو، العملة مش هتجيب معاك 2 جنيه.
دي للتوضيح. انا كده خلصت يا جماعه كل ما يتعلق عن العمله النادره يا جماعه، تاريخ 1991 لو معاك ابعتها لي واخدها منك. ديت مش هتلاقيها موجوده مع اي حد لان هي نادره جدا ومش موجوده مع اي حد، فلو لقيتها اخدها منك بقى على الاسعار. بس بطلب من حضرتك لو انت اول مره لسه بتشوفنا على قناه اليوتيوب تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وسبسكرايب عشان يوصل لك فيديوهاتنا وتوصل لكل الناس. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير.